انا قررت اطور الانجليزي بتاعي في 7 ايام باستخدام الذكاء الاصطناعي، وده اللي حصل. اول خطوه دخلت على جوجل وعملت سيرش على برنامج ذكاء اصطناعي، ولكن قبل ما ابدا التدريب كان لازم اعرف المستوى بتاعي الاول، وعملت اختبار سريع. بس الصدمه ان مستواي كان اقل من 50%، وده محتاج شغل كتير. الخطه واضحه وبسيطه: كل يوم ساعتين تدريب لمده اسبوع كامل، وبعدها نشوف هل ممكن الانجليزي يتحسن بمساعده الذكاء الاصطناعي. اليوم الاول بدات اتمرن على النطق، التطبيق كان بيصحح لي الحروف اللي كنت بغلط فيها. اليوم التاني دخلت على تحدي اصعب، الكلمات اللي بتلخبط اي حد بدات انطقها مره واثنين وعشرة. كل ما التطبيق يصحح لي كنت بحس اني في تحدي بيني وبين اخطائي ولازم اكسب. الموضوع بدأ يدخل في دماغي، مش بس بتمرن، ده انا بقيت مستمتع فعلا. كل مرة انطق صح كنت بحس ان الدوبامين بيعلى، كأنها مكافأة. بقيت عايز اتمرن اكتر واكتر. اليوم الخامس بدأت اتدرب على ربط الكلمات ببعضها. اليوم السادس ده كان اخطر يوم، جربت اقضيه كله في محادثات مع الذكاء الاصطناعي، واي فكرة كانت بتيجي في دماغي كنت بحاول اعبر عنها. اخطاء اقل وثقة اعلى، واحساس ان قربت من هدفي. اليوم السابع بقى اللحظة الاخيرة، الاختبار. كنت متوتر اكيد، بس كنت واثق اني قطعت شوط كبير. بدأت الاختبار وانا بنطق، كنت حاسس بفرق ونتيجة. الحمد لله التطور كان واضح، والانجليزي بتاعي اتطور فعلا في 7 ايام. وفي النهاية يا صديقي العزيز، احيانا كل اللي محتاجه بيكون خطة بس، التزام وذكاء اصطناعي يساعدك. واشوفكم في حلقة جديدة.